ما سألتش نفسك قبل كده هو ليه ربنا ما قالش في القرآن اسم كلب أهل الكهف أو حتى نوع الشجرة اللي أكل منها سيدنا آدم؟ الإجابة عند ناس كتير كانت الإسرائيليات، بس السؤال الأهم اللي لازم نسأله لنفسنا: هل الكلام اللي بيتحكي ده حقيقي ولا ده قصص دخيلة بتشوه صورة الأنبياء؟ في الفيديو ده هنكشف المستور ونفهم إزاي نرجع للأصل هو القرآن والسنة، ونرمي أي كلام تاني ورا ظهرنا، ونعرف يعني ايه اسرائيليات. النهارده مش مجرد حلقة عادية، النهارده بنفتح ملف مهم جدا بيحير ناس كتير. ليه بنسمع قصص غريبة عن الأنبياء في برامج أو كتب قديمة وما بنلاقيش أصل ليها في القرآن؟ وليه العلماء دايما بيحذرونا من كلمة إسرائيليات؟ خلونا نبدأ من الأول. يعني إيه أصلا إسرائيليات؟ بص يا سيدي، من الآخر الإسرائيليات دي حكايات كان أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى بيحكوها عن قصص الأنبياء والغيبيات. ولما دخل الإسلام بلاد كتير، بعض الناس نقلوا الحكايات دي في كتبهم، وقبل ما نصدق أو نكذب النبي صلى الله عليه وسلم حط لينا الميزان اللي نمشي عليه في الحديث الصحيح. الرسول بيقول: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. يعني مش كل ما تقرأ قصة غريبة تقول دي حقيقة، وفي نفس الوقت مش لازم نكذبهم في كل حاجة عشان حياتنا وعقيدتنا. العلماء قسموا الحكايات دي لثلاث أنواع: اللي يوافق قرآننا زي إن الله أهلك قوم نوح، ده ثابت عندنا فلو لقينا قصة بتأكد ده مفيش مشكلة. أو اللي بيخالف ديننا، وده اللي بنرفضه بقلب جامد، مثلا أي قصة تنسب للأنبياء اللي هم معصومين من الخطأ، تصرفات لا تليق بمقامهم، كلام بيتقال على ربنا مش كويس. ربنا بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما التقسيمة التالتة كانت الحاجات اللي مفيش ليها دليل، زي أسماء أو ألوان أو تفاصيل فرعية ملهاش لازمة في ديننا، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نقف وقفة حياد. من الآخر يا جماعة، ديننا كامل ومحتاجين نركز على قال الله وقال الرسول، بلاش نضيع وقتنا في حكايات ملهاش أصل. ارجع للمصادر الموثوقة وخلي عقيدتك دايما مبنية على الثابت. لو الفيديو ده نور لك حتة كانت غامضة، لايك وشير عشان المعلومة الصحيحة تنتشر، واشتركوا في القناة يا جماعة، ومستني أسئلتكم في الكومنتات. سلام.